ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا بينا نعمل مع بعض وصفة النهاردة. معايا هنا بصلاية متقطعة وكمان طماطماية وفصين توم مفرومين، هحط عليهم ملح وكمان فلفل، هحط كمان عليهم معلقة من السمنة، هحط عليهم كمان حوالي معلقة من العسل الابيض، وبعد كده هحط عليهم كمان رشة من الزيت حوالي معلقتين ورشة من القرفة، دي اختياري براحتك خالص، واحط عليهم كمان حبة من الكزبرة. بعد كده هاخدهم افرمهم كلهم مع بعض، وده كان شكلها بعد ما اتفرمت. هحط عليها كمان حوالي معلقه صغيره من البابريكا وهقلب كده كله مع بعضه. بعد ما عملت التتبيله بتاعتي جبت معايا الفرخه، وهبدا بقى هكون الفرخه دي غسلاها ونضفها كويس، وبعد كده هبدا بقى اتبل الفرخه بتاعتي بقى من جوه في العظم علشان تاخد من التتبيله. وهتبل بقى من كل ناحيه، من تحت الجلد وفوق الجلد ومن كل الاتجاهات بتاعتها. الطريقه دي سهله قوي قوي بجد، بتطلع طعمها رهيب. دي طريقة الفراخ المشوية زي بتاعة المطاعم بالظبط، وطعمها بيطلع معاكي حاجة كده رهيبة بجد. هبدأ كده أقفل الدبابيس بتاعتي علشان ما يبقى شكلها مش حلو. وهبدأ بقى انزل باقي التتبيلة عليها، وهتبل بقى الفراخ بتاعتي كويس جدا. يفضل طبعا تتبليها من بالليل، كل ما سبتيها في التتبيلة اكتر بتبقى احسن. هسيبها بقى في التتبيله شويه، انا سبتها حوالي ساعتين. بعد كده هكون مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200 على درجه هاديه خالص. وبعد كده هحط الفراخ بتاعتي في الصينيه، مش هغطي الفراخ بتاعتي، هي هتستوي منها فيها من درجه حراره الفرن. مش هتاخد اي وقت معايا خالص، هتاخد حوالي من ساعه لساعه وربع، طبعا على درجه حراره الفرن بتاعك. تقدري كمان لو هي عايزه تحمير شويه تقدري تشغلي عليها شويه، بس هي مش هتحتاج خالص. وده كان شكل الفرخه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، مش قادره اوصف لكم ريحتها وشكلها وطعمها، بقى حاجه كده خيال. هبدا بقى اقدمها كده وازينها بالبقدونس، تقدري تقدميها مع عيش وسلطه وطحينه، او تعملي جنبها رز ابيض وملوخيه. بجد هتبقى طعمها رهيب، شكلها وطعمها مش قادره اوصف لكم. الوصفه بجد ما تتفوتش، لازم تجربوها، ولما هتجربوها هتحبوها جدا. حتى لحمها كمان لونه احمر زي بتاع المطاعم بالظبط. مش قادره اوصف لكم طعم الفرخه واللحم بتاعها دايب دوب. لما هتجربوها هتحبوها. يلا جربوا الوصفه وهستنى رايكم.